الو، انا عبده مشتاق يا فندم، دكتوراه في تحديد النسل، تخصص مؤتمر سكاني. تحت امرك دايما يا فندم. والله العظيم يا فندم دي زنبه من الكوماندا يا فندم، صدقني ما حصلش انهم لقوا قش موز تحت الكرسي بتاعي في المؤتمر. اولا انا الموز بيعمل لي حساسيه، ثانيا هريدي الفكهاني بطل يجيب لنا اقفاص فاكهه، ثالثا انا ما كنتش ضمن الوفد في مؤتمر السكان يا فندم، رابعا انا سوسو اللي بكلمك يا مشتاق. انت ما قريتش جرايد النهارده ولا ايه؟ لا اطمن اطمن، الكوماند عرفوا انه كذاب، عشان كده عينوه في مصلحه الارصاد الجويه. الله، انت بتعمل ايه يا جدع انت؟ أنا بدعي ربنا يتلجها أكتر وأكتر، علشان جارنا الأستاذ مفرح بهيج زللنا بالتكييف اللي عنده، والحمد لله أهو عطل النهاردة. خليه يموت من البرد، جاتنا نيلة في حظنا الهباب. الله، طب وفين رئيس القسم بتاعك؟ أيوة يا فندم، خد الكوز والقروانة وطلع فوق السطوح بنفسه علشان يشوف الجو. بعت لنا الساعي من شوية قال لي يمكن تمطر النهاردة. طيب روح يا افندي عشان تصلح الفشرة. انا شايف من غسيل الجيران ان سرعة الريح حوالي 2 كيلو، يعني ان شاء الله هتدفي. وانا شايف ان صحة البيه المدير العام زي الفل. مكتوباله مات وهو مدير عام، جاتنا نيلة في حظنا الهباب. انت بتقول ايه يا فندي؟ ايه ده؟ جرالك يا سماوي؟ مالك يا سماوي؟ انت خبت ولا ايه؟ الشتاء داخل جامد قوي يا كحيل. الهي يسترك يا بعيد دنيا واخره. انا وانت يا اخويا ممكن نستحمل، احنا بالله نحسنا خلاص، انما من نصيبنا مش ممكن يستحمل. هيجي له يا ولده التهاب رئوي وكل الامراض المستعصيه. عايزك تجيب له شرس يدفي صدره، شرس مش مهم يكون له كمام ولا ظهر، المهم شرس. ايه ايه يا وليه يا جهله انت. الشرز قال المكيفات دلوقتي بقت مغرقه السوق بالنقد وبالتقسيط. شوفي ده اعلان سبليت سقف بريموت كنترول، سلكي او لا سلكي زي ما انت عايز، قوه من 2 ل10 حصان، وله شاشه الكترونيه. وبيدفعوا كمان هديه ذهب مدموغه مع كل جهاز سبليت سقف. ما تقلقيش، هو المشكله بس ان احنا نحطه فين؟ احنا ما عندناش سقف. الدنيا ساعة، أنا سعان سعان يا زيزو. شوف سناني، سعان قوي، سعان أوي. معرفش الجو برد، الدنيا ساعة، بس في زمهريرة. ولما هي زمهريرة بتهول ايه بالدوسيه؟ لا أصل البدلة بتتباع مع الدوسيه، الاتنين ماشيين مع بعض. يا ساتر أنت هتنق عليا. سعان بردان. هو الجو فيه غمامة؟ الجو لاسع؟ هو لاسع؟ لا لاسع. بقول لك يا زيزو اعمل معروف، شغل لي طاسه نافوخك اللي واكلاها البرومه، وقول لي اعمل ايه. مفيش بقى غير ان احنا نمر على اندار الدايره ونفقعهم بقين كلام حلوين مقويين في العضل عن البروجرام بتاعنا، ونعكمهم بطاطين بسعر التكلفه من مصنع كامبوركو للبطاطين السقعانه. اسكت بقول لك ما تقولش الحاجات دي. الله لا. وبعدين انا عايزك دلوقتي تشد لي على طول تليفكس على ساحل العاج، تستعجل لي صفقه ديول القرود الحمراء،
انت فاهمني طبعا ايه هي ديول القرود الحمراء، وهم فاهمين برضه، واخد بالك؟ تستعجلها لي وتنزل من هنا حمامه على الكوماندا، تلغيه تخليه يعني يبرد لنا الجو شهر ولا 2 ولا 3 كمان، سيزون بحاله يعني، وتاخد صفقه ديول القرود الحمراء وتحطها فوق السطوح جنب ايه؟ جنب البصل وجنب الثوم، من ناحيه تتبل ديول القرود الحمراء عشان الناس تاكلها متبله، وفي نفس الوقت نوفر ثمن الثلاجات. ومن الناحيه التانيه ايوه قلت لي من الناحيه التانيه. سؤال كنت منتظره منك. ان شاء الله هنبيع ونقبك، نبيع ونقبك، والصفقه والهبره تبقى مستويه والريحه مش فايحه، والسلام امانه. سلم لي على النشره الجويه. في الحقيقة يا فندم الأجهزة الحديثة ما بتديناش تنبؤ دقيق، احنا بنعتمد على الكوز والأروانة وغسيل الجيران، ده غير دول اللي ألحقتهم بمكتبي عشان يساعدونا على دقة التنبؤ، الأخ الفيوم الفلكي والأخ عباس أبو زر، ده مهمته إن هو يمسك لي المنقد كده أهو ويقرأ كفي كل يوم ويشوف التنبؤات الجوية فيه، ده غير إن حاليا في مفاوضات بتجري، مفاوضات جدية مع أم مهنوش قارئة الفنجان، بيني وبين سعادتك هي على خلاف مع عبده مشتاق، ما بيدفعلهاش، واحنا بنستغل هذا الموقف لصالحنا في الوقت الحالي. يا مشتاق بيه، يا مشتاق بيه، يا سعادة البيه، الدنيا برد قوي، الدنيا برد قوي في بلدنا وكلنا مقفقفين، والواد ابن ابو سليم ابو لسان زالف ده داير في الكفر كلاته يقول ايه؟ قال منين ما نروح يدفعونا معونة شتاء اجباري، وبقالهم 30 سنة بيدفعوها لنا، زمانها دلوقتي بقت ملايين متلتلة تسد عين الشمس، لدرجة يا بيه ان الواحد خايف يخش بيت الراحة في داره لا يدفعونا معونة شتاء يا بيه. قلت له قدام الناس بقى يا بيه، دورت له كده قلت له اخرس يالا اخرس يالا، ما لقيتش حد يربيك انت، دي الفلوس ديت بيحوشوها لنا عشان هيجي يوم يوزعوها على الغلابه اللي زي حالاتنا، ولا ايه رايك يا بيه؟ هم مش هيوزعوها علينا برضك؟ طبعا طبعا يا هنداوي، وان شاء الله اول ما يرن ونولها هقدم مشروع قرار باضافه ضريبه مبيعات اجباريه على معونه الشتاء الاجباريه، وبكده الحكومه هتلم بلايين مش ملايين ويجعلوا عامر. قول يا هنداوي، هي العصافير اللي كانت راقده عندك هنا راحت فين؟ والله يا سعاده البيه العصافير اللي عندها دم وبتحس، قالت لي يا هنداوي هو انت قادر تاكل روحك لما تاكلني؟ وطارت راحت لواحد واخد وضعه في المجتمع. الله 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 الله، لابس ليه النهارده جورنال معارضه يا معترض افندي؟ ما تفهمنيش غلط يا جاهل افندي، مش عشان انا من المعارضه، لكن صدقني الجرائد القوميه ما بتدفيش. ايه ده؟ يا نهار مش معدي على خير، انا هتجنن. مروحه ب 300 جنيه، يعني لو باع مروحتين في اليوم ب 600 جنيه، يعني يخش جيبه منهم مكسب 200 جنيه في اليوم، يعني 6000 جنيه في الشهر، في السنة ب72 ألف جنيه. إن ما كنت أوقف حالك وخلي الكوماندا بيه يصدر أوامره بإن السنة كلها تبقى شتاء، ما بقاش أنا قاسم السماوي. وادي دانا هي بطل، لو بعت مروحة واحدة جاتنا نيلة في حظنا الهباب. في الحقيقة في نشرات الأسبوع اللي فات بتاعت الأرصاد الجوية دكهم احنا وعدناكم بموجة حارة وما جاتش. في الحقيقة احنا مش كدابين، الموجة الحارة دي جت، بس جت فين؟ جت في اسكندرية، واللي كان يطلع على الكورنيش الساعة 3:30 و5 بالظبط على كورنيش اسكندرية كان هيلاقيها. احنا قررنا ان احنا نمنعها من دخول بقية القطر. ليه؟ لان دول بتوع الحجر الصحي قالوا
ان الموجة دي غير طازجة، نمرة واحد. نمرة اتنين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ده نمرة اتنين. نمرة تلاتة إن هي كانت متخزنة من زمان وتاريخ صلاحيتها كان ينتهي 78. يبقى احنا ما كدبناش، مش كده ولا ايه؟